انا شفتهم بعناية، شفتهم طالعين من تحت الجبل. مش بشر، دول كائنات طالعة من الجحيم. القصة دي بدأت لما بعثة علمية صينية دخلت مغارة غريبة في جبال غرب الصين. أول ما نزلوا حصلت اهتزازات والأرض اتشقت تحت رجليهم. البروفيسور وانغ لي قالها بصوت باين فيه الرعب: احنا فتحنا باب مش المفروض يتفتح. من اللحظة دي حاجات غريبة بدأت تطلع. بيقولك من سنين طويلة قوي فيه مخلوقات محبوسة ورا سدين جبابرة بين جبلين كبار في مكان محدش يعرف له طريق. المخلوقات دي اسمهم يأجوج ومأجوج، وكانوا من زمان بيعملوا مصايب في الأرض لدرجة إن الناس ما كانتش عارفة تعيش من شرهم. الناس خافت منهم وراحوا لملك عظيم اسمه ذو القرنين وطلبوا منه يحميهم من يأجوج ومأجوج، وقالوا له المخلوقات دي بتبوظ الزرع وبتقتل الناس وبتنهب كل حاجة، مش عارفين نعيش. احنا محتاجين حد يحمينا من الشر اللي طالع من ورا الجبلين. بس محدش يعرف ان في واحد اسمه مصطفى كان اول واحد يكتشف المكان ده ويدفع الثمن غالي. كان راجل بسيط من قرية صغيرة سمع حكاية من شيخ عجوز عن جبل ممنوع حد يقرب له. قرر يروح بنفسه، وده كان أول غلطة في سلسلة ما بترحمش. مصطفى أول ما دخل الوادي سمع صوت نحيب ست. الصوت جاي من جوه الجبل نفسه. وقف متجمد مكانه، قلبه بيرقص في صدره والهوا كان بيزقه لجوه، لكن الصوت كان بيعيط بينادي وكأنه بيستغيث أو بيجر رجل مصطفى لجواه. مصطفى قرب أكتر، خطواته كانت بتهتز على الأرض الندية لحد ما لقى فتحة في الجبل ووراها بوابة معدن ضخمة متربعة وسط صخور سودة كأنها طلعت من بطن الأرض. على الباب كان في نقوش غريبة بلغة مش مفهومة والدم سايح على كل حرف فيهم. مصطفى مد ايده ناحية البوابة، بس أول ما صباعه لمس الحديد صرخة طلعت من قلب الصخور. الأرض اهتزت تحته والرموز على الباب نورت بلون أحمر والدم بدأ يفور كأنه مغلي. فجأة الباب اتفتح ببطء وطلع منه دخان اسود تقيل. الدخان الاسود لف حوالين مصطفى وصوته اختفى تماما. عينيه اتفتحت على وسعهم وهو بيشوف صور متقطعة في دماغه، تعاويذ، جثث، أصوات ناس بتصرخ، ووش واحد بعين واحدة بيضحك بصوت مخنوق. مصطفى وقع على ركبه ووشه مليان رعب. من بين الدخان طلع كيان ضخم ماشي على 4، جسمه متغطي بشعر رمادي محروق وعينيه حمرة بتنزف، وقرب من مصطفى وقال له: فتحت الباب وملوش قفلة. مصطفى فضل يصرخ وهو بيرجع على ظهره. مصطفى وقع على ظهره وعينيه مش قادرة تبعد عن الكائن اللي بيزحف ناحيته. حاول يصرخ بس صوته اتكتم. الكائن مد ايديه اللي صباعها شبه المخالب ولمس وش مصطفى، وساعتها حس ببرودة بتخترق قلبه وتجمده وهو صاحي. الكائن بدأ يزحف فوق جسم مصطفى وكل خطوة من رجليه الغريبة كانت بتكسر في ضلوعه. مصطفى حاول يقاوم بس جسمه اتجمد تماما. الكائن قرب من وشه وبدأ يفتح بقه وطلع صوت خروشة كأنه آلاف السكاكين بتسن في ودانه. عبد الرحمن كان واقف وسط أنقاض المعسكر المهجور في سينا والهوا بيحمل ريحة غريبة كأنها جاية من جهنم. فجأة سمع صوت خرفشة جاي من بين الركام، ولما لف شاف ظل ضخم بيتحرك بسرعة. يأجوج ومأجوج وصلوا مصر. يا ترى يأجوج ومأجوج هيعملوا ايه بعد ما وصلوا مصر؟ وعبد الرحمن مصيره ايه في وسط الجحيم ده؟ استنونا في الجزء الثاني من القصة واللي فيه الرعب هيبدأ بجد. ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان تشوف الكارثة وهي بتقرب. كل